لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازلنا في دروس تعليم مناسك الحج والعمرة، وبعد أن تكلمنا في الدرس الماضي عن المواقيت الزمانية والمكانية للإحرام، سوف نتكلم اليوم بإذن الله تعالى عن محظورات الإحرام، وهو ما يجب على الحاج والمعتمر تركه أثناء تأدية المناسك. وقد جمع وقسم أهل العلم محظورات الإحرام إلى 3 أقسام: قسم محرم على الذكور والإناث جميعا، وقسم محرم على الذكور فقط، وقسم محرم على الإناث فقط. المحرم على الذكور والإناث جميعا وهو تجاوز الإحرام من الميقات عمدا أو تأخيره إلى غاية الهبوط من الطائرة مثلا، فعليه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه. إزالة شعر الرأس ومن سائر البدن عموما بحلق أو قص وغيره بلا عذر، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وألحق جمهور العلماء شعر بقية الجسم بشعر الرأس، وعلى هذا فلا يجوز للمحرم أن يزيل أي شعر كان من بدنه. وقد بين الله تعالى فدية حلق الرأس، وأوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام مقداره 3 أيام، أن الصدقة مقدارها 3 أصوع ل6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع أو صاع، وأن النسك شاة، والمراد شاة تبلغ السن المعتبر في الهدي وتكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء. ثالثا، تقليم الأظافر أو قلعها أو قصها، قياسا على حلق الشعر على المشهور عند أهل العلم، ولا فرق بين أظافر اليدين أو الرجلين، لكن لو انكسر ظفره وتأذى به أي آلمه فلا بأس أن يقص القدر المؤذي منها أي يزيله، ولا شيء عليه بإذن الله. رابعا، التطيب في الثياب والبدن، أي استعمال الطيب بعد الإحرام في ثوبه أو بدنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس أو زعفران. وكما في قصة الرجل المحرم الذي وقصته راحلته ناقته فقتلته، فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروه، أي لا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهل. ولا يجوز للمحرم شم الطيب عمدا، ولو وصل إليه بغير قصد فلا شيء عليه. ولا يضيف إلى طعامه كالقهوة أو الشاي ماء الورد أو الزعفران مثلا. أيضا تجنب الصابون المعطر ولا الشامبو، معقم اليدين المعطر، مستحضرات التجميل للنساء الفازلين أو الياسمين المعطر وغيرهما. وأما الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه فلا يضر بقاء شيء بعد الإحرام. خامسا، الجماع، وهو أعظم محظور كما قال أهل العلم. كذلك دواعي الجماع كالنظر بشهوة، اللمس، المداعبة، والقبلة، لقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أيضا عقد النكاح أو الخطبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فلا يجوز للمحرم
أن يتزوج امرأة ولا أن يعقد لها النكاح، لا بوكالة ولا بغيره، حتى يحل من إحرامه. قتل الصيد، وهو الحيوان الحلال البري كالغزال، الأرنب والحمام، فلا يجوز للمحرم من هو بحرم مكة قتل الصيد، ترويعه والدلالة عليه كالإشارة أو الإعانة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ولا يجوز للمحرم قطع شجر الحرم والنبات الأخضر. تجنب أخذ المفقودات واللقط على المحرم وغير المحرم إلا لمن يعرفها مدى الدهر. أما القسم المحرم على الذكور فقط، وهو لبس المخيط من الثياب، وهو اللباس المفصل على الجسم وأعضائه، وتغطية الرأس بملاصق كالعمامة، الغطرة، القبعة وغيرها. والقسم المحرم على الإناث فقط لبس القفازين للمرأة. أما لبس الجوارب بالنسبة للمرأة في حالة الإحرام فهو جائز، كذلك النقاب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. والمرأة تغطي وجهها بشيء غير النقاب في وجود الرجال الأجانب. أما ما يجوز في الإحرام: يلبس المحرم الرجل الإزار والرداء أبيضين ونظيفين، ويجوز للمحرم أن يشد المنطق بالحزام على الإزار ويعقده عند الحاجة كأن يخشى أن يسقط منه. كما يجوز لبس النعال والخفين دون الكعبين، كما يجوز لبس الخاتم وساعة اليد، كما يجوز حمل المظلة أو الشمسية التي تقي من حر الشمس أو المطر، لأنها ليست ملاصقة للرأس. يجوز أيضا في الإحرام لبس نظارة العين وسماعة الأذن، كما يجوز الاغتسال وتغيير لباس الإحرام. يجوز للمحرم أن يحتجم، فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. وإذا فعل المحرم شيئا من المحظورات التي ذكرنا خطأ غير متعمد، ناسيا أو جاهلا أو مكرها، فلا شيء عليه، لا إثم ولا فدية ولا فساد نسك، والله أعلم. ومتى زال العذر فعلم الجاهل والناسي وزال الإكراه، وجب عليه التخلي عن المحظور وتركه فورا. ونكتفي اليوم عند هذا القدر، سائلين المولى عز وجل في هذه الأيام المباركة أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال والطاعات. وإلى لقاء آخر إن قدر الله لنا ولكم البقاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.